ازاي تسرق افريقيا؟ واحد، تختار دولة فقيرة وتقول لهم أنا رجل أعمال هستثمر وأعمل لكم تنمية، وبعدين تاخد مواردهم برخص التراب وتبيعها بمليارات. اتنين، تسيطر على الاقتصاد بالديون وتحتكر بشركاتك كل الموارد الطبيعية. تلاتة، تقول إنك جاي تقدم مساعدات إنسانية في الأزمات بس في مقابل إنك تاخد شوية امتيازات كده على الضيق. أربعة، تمويل المتمردين وترشي السياسيين وتعيش الدول على طول في عدم استقرار، ومن تحت الترابيزة بتقش وتنهب ثروات البلد. خمسة، جميع ما سبق. اللي قلته لك ده صديقي هو أحدث صيحات الاستعمار الجديد، من غير رصاص ولا صواريخ، لا، ده بقى بالشركات ورجال الأعمال. تعال صديقي نفتح سوا صفحة الاستعمار الجديد لقارة إفريقيا والخصها لك بأمثلة ممكن تكون مش على بالك أو مش واخد بالك منها يعني. بس الأول اعمل لايك وشير لو بتتفرج على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتشوفني على اليوتيوب، وتعالى نعرف إزاي ثروات إفريقيا بتتسرق. أنا أحمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. لو جبت لك سيرة الاستعمار ممكن يجي في دماغك فرنسا وبريطانيا واللي عملوه في افريقيا في النص الاول من القرن اللي فات لحد الخمسينيات والستينيات. وهتقول لي الحمد لله اهي ايامه عدت وخلاص الدول الافريقيه استقلت وبقى ليها سياده كامله على اراضيها ومواردها وثرواتها. هقول لك كات، استنى شويه. الاستعمار ما انتهاش ولا حاجه، بس بقى ليه اشكال تانية وبشكل اشيك من غير جيوش ولا حروب ولا دم. الاستعمار دلوقتي بقى عن طريق الاستثمارات ورجال الاعمال وعروض للتنميه ومساعدات إنسانية، وبقى النهب والسرقة بيتم في مكاتب البنوك المكيفة بدل ساحات المعارك. وبالعكس بقى أكتر قسوة، لأن زمان كان المحتل يهمه إن الدولة اللي بيحتلها تكون واقفة على رجليها، فلما الدولة تكون مستقرة هيكون في نظام إداري مستقر يحافظ على الأمن والموارد، وبكده قوات المحتل ما تتعبش كتير وتفضل خطوط الإمداد مستمرة. أما دلوقتي فما بقتش بتفرق، الاستعمار بقى أشرس وأكثر قسوة، ما يهموش يمص دم الدول الإفريقية ويوقعها طالما بياخد الثروات اللي عايزها كلها. وانا مش ببالغ يا صديقي، قارة افريقيا عندها من الموارد الطبيعية والقوة التجارية اللي تخليها اغنى قارة في العالم. بس خلينا صديقي اقولك ان احنا ما بنلاقيش ده بينعكس على ارض الواقع، وده بسبب سنين من الاستعمار القديم في شكل الاحتلال وما بعد استقلال القارة، واللي بيسمى نيو كولونياليزم أو الاستعمار الحديث. التعبير ده ظهر لأول مرة سنة 1965 على إيد أول رئيس لغانا المستقلة كوامي نكروما، واللي وصفه بالآتي: جوهر الاستعمار الجديد هو أن تكون الدولة نظريا دولة مستقلة وذات سيادة، بينما في الواقع نظامها الاقتصادي وقراراتها السياسية موجهين من الخارج. من الآخر كده صديقي الوضع بقى شبه عرايس الماريونيت، تبدو انها بتتحرك بس اللي بيحركها ورا الكواليس. وعشان ما نطولش يا صديقي تعالى ناخد أمثلة لمظاهر الاستعمار الجديد في قارة إفريقيا وإزاي بتتسرق، واللي بتتقسم لأربع أنواع. واحد، رجال الأعمال الفاسدين. 2، تحكم الدول الاستعمارية في مستعمراتها القديمة زي اللي بتعمله فرنسا وبريطانيا ودلوقتي كمان بقينا بنشوف معاهم الصين. 3، استغلال الشركات العملاقة لموارد القارة عن طريق عقود التجارة الغير عادلة. 4، المساعدات الإنسانية. ويلا ناخد الموضوع واحدة واحدة صديقي، ونبدأ برجال الأعمال الفاسدين الانتهازيين، ومثال عليهم الملياردير الصهيوني دان جريتلر. والبداية من أمريكا. يوم 6 مارس 2021 طلع جو بايدن وقرر أنه يلغي قرار ترامب بتخفيف العقوبات على دان. هتقول لي وهو دان كان عليه عقوبات ليه؟ إن شاء الله هقول لك يا محترم إن دان متهم في قضايا فساد كبيرة في إفريقيا، وتعال نشوف ليه. دان هو رجل أعمال صهيوني وواحد من أباطرة التعدين في العالم، وكمان مؤسس ورئيس مجموعة شركات دولية بتحمل نفس الاسم، وليه مصالح في تعدين الماس والنحاس في جمهورية الكونغو، واحدة من أفقر الدول الإفريقية على الرغم من ثرواتها المعدنية المهولة. وسنة 2006 دان اشترى حقوق تنقيب عن النفط من حكومة الكونغو بمبلغ 500 ألف دولار، اللي هو مبلغ يعتبر ملاليم يعني، وباعها ب 300 ضعف السعر اللي اشترى بيه في نفس السنة. هتقول لي وماله، ما التجارة شطارة. هقول لك لا يا صديقي، الكلام ده لو الاتفاق مشروع مش ناتج عن عمولات ورشاوي ونهب الحق الشعب الكونغو. الاتفاق اللي تم كان بين دان ورئيس الكونغو السابق جوزيف كابيلا، وكان اتفاق فاسد قايم على استغلال صداقته برئيس الكونغو علشان يأمن صفقات تعدين قيمتها أكتر من مليار دولار، ده غير طبعا النفط. المهم استغل دان الفقر والجهل وسرقهم، ومحدش قدر يتكلم أو يطالب بحقه من الثروات اللي اتسرقت. وطبعا دان طلع نفى ارتكاب أي مخالفات. مش بس كده، ده قال إن المفروض ياخد جايزة نوبل للسلام عشان استثمر في الكونغو وعمل تنمية فيها. صهيوني بقى
المهم سنة 2017 و2018 وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على دان وجمدت حساباته، وكمان حرمته من أنه يتعامل مع مواطنين أمريكان أو بنوك أمريكية، وده خلاه ممنوع من التعامل بالدولار. وقتها وزارة الخزانة الأمريكية اتهمته وقالت أن ثروته كلها متجمعة بطرق غير شرعية وغامضة من التعدين. اللي هو صديقي قال يعني كانوا لسه مكتشفين الكلام ده ساعتها، والله أعلم بقى كان إيه سبب الخلاف الحقيقي. المهم جه ترامب في يناير 2021 عمل إعفاء لدان، والقرار ده عمل جدل كبير وزعل كتير من السياسيين الأمريكان، لأنه سمح له بالتعامل مرة تانية مع البنوك وبالدولار، وكمان اترفع الحجز على الأصول اللي بيملكها في الولايات المتحدة. بس بايدن جه ورجع في القرار ده نتيجة للضغط اللي حصل بسبب الشكاوى من المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الكونجرس والنشطاء في جمهورية الكونغو. تقريبا كده أمريكا ما عرفتش تودي وشها فين من العالم، وده مثال من الأمثلة على النهب من إفريقيا ومن رجل أعمال صهيوني، فمتوقع منه ده. طب لو رحنا بقى نشوف الدول اللي بتقول على نفسها أيقونة عدالة وسلام والكلام اللي بالك فيه طبعا، هنلاقي إيه؟ تعال نشوف تاني نوع من أنواع الاستعمار الجديد للقارة، وهو تحكم الدول الاستعمارية في مستعمراتها القديمة. ونبتدي بفرنسا. فرنسا دي يا صديقي قصتها قصة بلد حقوق الإنسان ولا مؤاخذة الحيوان كمان، بس مع إفريقيا ما عندهاش مانع تشعل الحروب أهلية ولا تعمل انقلابات وتغير رؤساء وتمول جرائم حرب. وعارفك يا صديقي هتتخض من اللي بقوله لك ده، واكيد هتفتكرني ببالغ، بس اسمع مني للاخر. فرنسا يا صديقي كانت محتله جزء كبير من افريقيا زمان يعني، ودي معلومه معروفه وعاديه جدا. بس اللي مش عادي ان فرنسا لسه محافظه على جذورها الاقتصاديه والسياسيه والثقافيه والاجتماعيه في الدول دي، بمعنى ان معظم دول قلب افريقيا بتتكلم فرنساوي او لغه مشتقه منها يعني. وده يا صديقي اللي فرنسا كانت دايما بتعمله، لان المحتل الفرنسي كان ذكي كفاية انه يعرف ان الاحتلال السياسي كده كده خارج، بس الاحتلال الثقافي مش هيخرج معاه. فرنسا كانت بتحاول تغير هوية الاماكن اللي بتحتلها وتخليها شبهها، وتخلي سكانهم منتمين بشكل او باخر للثقافة الفرنسية، عشان وقت ما تحتاجهم تلاقيهم، وهي عارفة انها محتاجاهم كده كده. دي افريقيا برضه يا صديقي ارض بكر مليانة بالثروات اللي لسه لحد دلوقتي ما اكتشفناهاش كلها، وده الكارت اللي فرنسا بتلعب عليه دلوقتي. يعني مثلا فرنسا بتحتاج دول زي النيجر وناميبيا عشان ثروات اليورانيوم اللي عندهم عشان توليد الطاقة النووية في مفاعلاتها، والأسلحة كمان ما يضرش. وغير اليورانيوم عندنا فرنسا بتحتاج لمعادن وثروات كتير من دول القارة، فبالتالي لو الدول دي مش مرحبة بيها 100% طبعا، فرنسا كانت هتبقى بالنسبة لهم دولة زي أي دولة، والأسعار هتختلف والتنقيب هيبقى بحساب. وعلشان ده ما يحصلش لو رجعنا شوية لورا هنلاقي إن من أول الثلاثينيات فرنسا كانت بتخلي الدول الإفريقية اللي هي محتلاها تستخدم الفرنك الفرنسي، ومن بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد في ديسمبر 1945 أصدرت عملة فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا وفرضتها على الدول اللي بتحتلها، وبقى الفرنك هو العملة الموحدة في المنطقة دي. طب وبعد ما فرنسا مشت أكيد اتحرروا بقى من العملة وسيطرة فرنسا الاقتصادية دي؟ هقول لك إطلاقا يا محترم، بالعكس. فرنسا فرضت على الدول اللي استقلت عنها إنهم يدفعوا 65% من احتياطيات العملة الأجنبية للخزانة الفرنسية، و20% مقابل ديون والتزامات مالية، يعني فضل لهم 15% بس عشان ينموا بلدهم. الفرنك الإفريقي فضل هو العملة الموحدة ل 14 دولة في وسط وغرب إفريقيا، منهم 12 دولة كانت مستعمرات فرنسية سابقة. الدول دي بيشكلوا مع بعض حاجة اسمها منطقة الفرنك الإفريقي، وده نظام اقتصادي بيخلي الدول دي تخضع للنظام المصرفي الفرنسي، وده من خلال اعتماد العملة الموحدة المرتبطة بالعملة الفرنسية. يعني فرنسا سابت البلاد سياسيا وما عادش في احتلال ولا جيوش بس فضلت مسيطرة عليها اقتصاديا لسنين. وهو المستعمر بيهمه ايه غير الموارد والسلع والاقتصاد؟ طبعا مش محتاج اقول لك ان الشركات اللي بتشتري موارد الدول دي برخص التراب جنسيتها ايه. النظام الاقتصادي ده كان بيضمن تأمين التدفق المستمر للعائدات النقدية والاقتصادية من المستعمرات الفرنسية السابقة لباريس، وكبح معدلات التنمية في الدول دي. ولما كان بيحصل اي تمرد على السيستم ده كنا بنلاقي فرنسا بتحاول تقمعه سواء بالجزرة او بالعصاية وبتخش بتقلها. والامثلة هنا كتير يا صديقي، بس المشترك فيهم واحد بس، وهو جاك فوكار، أمين عام الإليزيه في وقت استقلال المستعمرات الفرنسية في الخمسينيات. فوكار بيتقال عليه مهندس الاستعمار الفرنسي الحديث لإفريقيا، واللي اتسمت بشبكة فرانس أفريك. فوكار أسس منظومة بتحافظ على سيطرة فرنسا على مستعمراتها حتى بعد ما استقلوا، وما كانش بيتبع حد
إلا الرئيس. ولا تقول لي وزارة الخارجية ولا مجلس الشعب ولا دياوله. ومن أساليبه كانت تدبير الانقلابات أو إفشالها، الاغتيالات السياسية أو تمويل حركات التمرد أو حاجات تانية كتير، زي ما حصل في غينيا واللي استقلت سنة 1958 وجه رئيس مناهض لفرنسا اسمه أحمد سيكيتوري، فكان لازم يتعاقب. المخابرات الفرنسية غرقت البلد بعملة مزيفة وسحبت المستثمرين الفرنسيين من البلد، وكمان دربت ميليشيات من المعارضة ومدتهم بالسلاح علشان يتمردوا على سيكيتوري وينقلبوا عليه. عندك في الكاميرون فرنسا كانت منصبة رئيس موالي ليها اسمه أحمد أحجو، ولما المعارضة عليه زادت وخصوصا من فليكس مومي، المخابرات الفرنسية اختلته بجرعة من التاليوم السام. وكمان لقينا فوكار بيتدخل في نيجيريا وبنين والجابون عن طريق تدريب قوات متمردين لعمل انقلابات عسكرية على الحكومات هناك. وكل ده صديقي عشان يحافظ على عائدات النفط للشركات الفرنسية. وفي المقابل حصلت حرب أهلية قتلت مليون إنسان، ودي كانت مجرد أمثلة. نعود أدراجنا. غير الاقتصاد، بنلاقي فرنسا كمان بتحاول انها تثبت وجود عسكري في المنطقه دي، وخصوصا في منطقه الساحل في غرب افريقيا واللي بتضم تشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، بس مش بشكل احتلال اطلاقا. فرنسا بتقول انها بتحمي الدول من الارهاب وهم اللي بيطلبوا منها كده، وبتحاول ترسم نفسها في دور المنقذ. فرنسا عندها اكتر من 5000 جندي في المنطقه، وهدفها المعلن هو مواجهه المتمردين والتنظيمات الدينيه المتطرفه زي تنظيم القاعده. ودايما بنلاقي ماكرون رايح جاي على الدول دي، فطبعا حكومات الدول دي ما يقدروش يقولوا له لا على حاجه. وكمان بتظهر قدام شعوب المناطق دي بشكل السوبر هيرو اللي بيجي ينقذهم من الاخطار، وده بينشر الصوره الذهنيه عندهم ان اي حاجه فرنسيه لازم بتكون كويسه حتى لو بتسرقهم وبتضحك عليهم. ده كله نقطه في بحر يا صديقي، لكن الملف الفرنسي الافريقي لو اتفتح هيحتاج حلقات لوحده مش حلقه واحده بس اقدر الخص لك اللي فات في كلمه الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك في 2008 لما قال بدون افريقيا فرنسا ستنزلق لتصبح دوله من دول العالم الثالث. من فرنسا نروح لبريطانيا، يعني لو كانت فرنسا محتله نص القاره قبل كده، فبريطانيا هي اللي كانت محتله النص الثاني. بريطانيا هي كمان عامله نفسها حبيبه الدول الافريقيه اللي بتساعدهم على التنميه، وفي نفس الوقت بتقلبهم في اليورانيوم وبتولد بيه الطاقه عندها. ده غير طبعا انها بتسيطر تقريبا على موارد القاره من الذهب والماس والبلاتينيوم، ودي حكايتها حكايه محترم. الصحفي الانجليزي مارك كيرتيس عمل تقرير في 2016 عن ايادي بريطانيا الاستعماريه في افريقيا. التقرير اكد بالمعلومات ان الشركات البريطانيه بتسيطر على عمليات استخراج المعادن في اكثر من 37 دوله افريقيه، والشركات دي مجتمعة بتتحكم في ثروات قيمتها تريليون دولار من موارد القارة. تريليون دولار يا صديقي، 1000 مليار. شركات زي أكاسيا ورانجولد بتتحكم في حوالي 400 ألف كيلو جرام من إنتاج الذهب في القارة. وعندك شركات زي أنجلو أمريكان وباترا بتسيطر على مناجم القارة اللي بتنتج تلت إنتاج العالم من ألماس، وخصوصا في دولة ليبيريا. وكذلك البلاتينيوم واللي بيتركز في جنوب إفريقيا واللي بيتحكم فيه شركة جوبيل البريطانية. وعلى فكرة محترم، الشركات دي ما بتتعاملش مع حكومات بس يا صديقي، هي بتتعامل مع أي حد ليه سيطرة على الموارد. يعني لو في حرب أهلية وقوات متمردين مسيطرة على مناطق فيها منجم ذهب ولا ألماس هيتعاملوا معها عادي جدا. وعلى فكرة ما عندهمش أي مانع إنهم يحولوا للقوات دي فلوس يشتروا بيها السلاح اللي هم عايزينه عشان الحرب دي تفضل شغالة. المهم بالنسبة لهم المنجم يكون خيره للشركات دي، هو ده اللي يهمهم. يعني مش مجرد نصبايا على مستوى عالمي يا صديقي اطلاقا، ده كمان بيشاركوا في جرائم الحرب بفلوسهم. هتقولي خلاص كده سلامة؟ هقول لك لا يا صديقي، ظهر مستعمر جديد على الساحة وهو الصين، ودي حكايتها حكاية أنا قلت لك عليها قبل كده في حلقة خطة الصين للسيطرة على العالم، واللي اتكلمت فيها عن طريق الحرير وتقدر ترجع لها في المصادر المحترمة. طب نيجي بقى لثالث مظهر من مظاهر الاستعمار الجديد، وهو استغلال الشركات العملاقة لموارد القارة، وده عن طريق عقود التجارة الغير عادلة. ومثال عليها ثروات القارة من الكاكاو والقهوة والكوبلت. وفي منطقة غرب إفريقيا وخاصة الكوت ديفوار وغانا بينتجوا تلت إنتاج العالم من الكاكاو اللي هو المكون الأساسي للشوكولاتة. مزارع الكاكاو دي بيشتغل فيها العمالة الإفريقية تقريبا ببلاش بالغصب، واللي اسمها عمالة السخرة. ده غير طبعا عمالة الأطفال،
يعني تكلفة الإنتاج معدومة. الشركات الأوروبية زي نسلة السويسرية والأمريكية زي هيرشي ومارس بتستغل الظروف دي وبتعمل عقود مع الحكومات في الدول دي بتدفع لهم فيها رخص التراب على المكشوف، وبرضه من تحت لتحت كده للمسؤولين هناك، في مقابل إنهم بيكسبوا من وراها المليارات. وعلى نفس الوضع بنلاقي مزارع القهوة. دول زي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكوت ديفوار وكينيا من أكبر المصدرين للقهوة في العالم. الدول دي بتبيع القهوة للمستوردين الأجانب ب$4 الكيلو، في مقابل إن المستوردين دول بيكسبوا $200 على كل كيلو. وعلى فكرة ده اللي بيخلي شركات عملاقة زي ستاربكس أرباحها بتوصل للمليارات من وراء استغلال موارد إفريقيا وعمالة الصخرة. وبرضه مناجم الكوبلت بيحصل فيها نفس الكلام. والكوبلت ده صديقي عنصر رئيسي في صناعة الأجهزة الإلكترونية. 70% من إنتاج العالم بيطلع من دولة الكونغو الديمقراطية. شركات كبيرة زي جوجل ومايكروسوفت وديل بيشتروا منها كوبلت بأسعار زهيدة جدا، واللي لو كان موجود في أي دولة أوروبية متقدمة كانوا هيبيعوه بأسعار خيالية محترم. ده غير طبعا إن الشركات دي كلها بيغضوا الطرف عن أي انتهاكات وظروف عمل غير آدمية في المناجم دي. طالما المصلحة وصلهم تمام مش هيدققوا يعني وصلت إزاي. نيجي بقى الرابع نوع، وهو المصلحة اللي بتيجي من وراء المساعدات الإنسانية. قارة إفريقيا بقالها سنين ما بتخلاش من الأزمات، سواء حروب أهلية أو مجاعات أو تفشي أمراض وأوبئة زي الإيبولا والإيدز. والأزمات دي بتسبب كوارث إنسانية، ومعاها بيظهر المانحين الأوروبيين والأمريكان لتقديم المساعدات. بس هل دي بتكون 100% خالصة لوجه الله تعالى؟ هقول لك مش دايما يعني. ساعات بيكون في ارتباط شرطي كده بين مصالح شركات عالمية والمنح اللي بتتقدم للدول الإفريقية، زي مثلا منظمة التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية. ودي مجموعة ظهرت في 2012 هدفها تقديم المساعدات والقضاء على المجاعات في الدول الإفريقية زي نيجيريا والسنغال وملاوي وغانا، وبتاخد فلوس المساعدات دي من الدول الغنية زي بريطانيا وأمريكا. حلو الكلام لحد كده؟ هقول لك لا مش قوي، لأنها عشان تعمل كده بيكون ليها كام شرط. هي بتقول لحكومات الدول الإفريقية أنا هجيب لكم أكبر الشركات العالمية زي مونسانتو ويونيليفر وكارجيل عشان تستثمر في قطاع الزراعة عندكم، في مقابل شوية تغييرات كده صغيرة في قوانين التجارة وامتلاك الأراضي وطرق الزراعة والري نفسها وحاجات كده يعني. ودي كلها بتكون في مصلحة الشركات الكبيرة. التغيرات دي بتسهل على الشركات الكبيرة إنها تمتلك أراضي بآلاف الأفدنة الصالحة للزراعة ببلاش تقريبا، حتى لو الأراضي دي مملوكة لمزارعين محليين غلابة. كمان القوانين دي بتقضي على قدرة الفلاحين المحليين على المنافسة بمحاصيلهم، وبتحدد قدرتهم في تخزين وتبادل البذور. وغير كده بنلاقيهم بيركزوا على المحاصيل غير الأساسية والمخصصة للتصدير زي التبغ وزيت النخيل، بدل ما يركزوا على المحاصيل الضرورية زي القمح والرز عشان تكفي الاستهلاك المحلي. وخليني أقول لك إن التحالف ده مدعوم من منظمات المانحين للمساعدات زي الUSAID الأمريكية والDFID البريطانية، واللي بشكل ما بيربطوا المساعدات بتاعتهم بالتزام الحكومات الإفريقية إنها تسمع الكلام. وكل الكلام اللي بقوله لك ده شرعي وواخد ختم الأمم المتحدة كمان. التحالف ده برضه بيقول إنه هيرفع 50 مليون من تحت خط الفقر بحلول 2022. بس السؤال هنا إيه بقى المقابل يا محترم؟ انت هتديهم رغيف عيش، بس الشركات المالتي ناشنال دي هتاخد منهم ارض وثروات وسيادة. فهل ده عدل؟ وهل معنى ان في دول افريقية عندها سوء ادارة للموارد بتاعتها ده يدي الحق لمؤسسات اوروبية انها تحط ايديها على الموارد دي وتقول بس انا هدير وهديك فتافيت والباقي ليا، حتى لو هديرها مظبوط؟ رد عليا في الكومنتات يا صديقي. اظن صديقي بعد كل اللي سمعته مني ده عرفت اجابة سؤال لحال الدول الافريقية بالشكل ده. وعلى فكرة اللي قلته لك ده ما يجيش 1 في 1000 من اللي بيحصل في إفريقيا. إفريقيا قارة مليانة ثروات، بس الفكرة في إدارة الثروات دي. وخلينا أحيد عن أسلوبي المعتاد بسبب الاستفزاز، لأن المثل الأصح للوضع الحالي هو البيت بيت أبونا والغرب بيجوا ياخدوا كنوزنا وفلوسنا وبيستعبدونا، وكمان يقولوا لنا احنا بنساعدكم وبنكبركم. لا تعليق. أتشرف بمتابعتكم لقناة زي الكتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان. أشوفكم بخير.